القانون اتغير في نص الشهر وانت لبستها، ما انتش عارف تطبق 5% ولا تطبق 14%. يعني ايه مش قادر تفرق امتى اشتغلت؟ طب مصلحه الضرايب هتقول لك ايه؟ تحلها ازاي؟ القانون اتغير رسمي من 18/7 والضريبه بقت 14 بدل 5. بس المشكله ان انت كمقاول بتحصل شغلك بالشهر كله، مش بتفصل من اول الشهر واخره. يعني المستخلص اللي بتطلعه دلوقتي في 18/7 في شغل قبل 18/7 وبعد 18/7. طب تعمل ايه لو مش عارف تفصل؟ الحل الواقعي اللي السوق بيشتغل بيه دلوقتي هو التقسيم الزمني النسبي. يعني ببساطه عدد ايام الشهر اللي قبل 18/7 17 يوم يطبق عليهم 5%، عدد الايام اللي بعد 18/7 14 يوم يطبق عليهم 14%. وده بيتم على قيمه الاعمال الشهريه كلها، ونطبق الضريبه حسب النسبه دي. طب انا مش فاهم حاجه، يعني اعملها ازاي؟ يعني لو عندك اعمال بمليون جنيه، هتيجي تقول ان انا هضرب المليون جنيه دي ب 17 على 31 يوم، هيطلع لي قيمة أعمال، هي دي قيمة الأعمال اللي أنا هاطبّق عليها 5%. ونفس الكلام هاخد المليون جنيه أضربهم في 14 على 31، هيطلع لي قيمة أعمال دي اللي هاطبّق عليها 5%. طب ولو حد سأل هي الضرايب هتقبل الكلام ده؟ أيوه، ما دمت موفّق ومُرفق ملاحظة بالمستخلص، إن ده بسبب استحالة الفصل الفني بين الفترتين. يعني بدل ما تلبس فرق الضريبة، خليك ذكي واستخدم النسب الزمنية، وخلّي عندك ملف واضح فيه الحسبة دي عشان لو أي جهة راجعتك بعدين. لو مستخلصك في فترة انتقال القانون ومش عارف تحسب الضريبة صح، تابعني عشان في الفيديو اللي جاي أشرح لك الكلام ده خطوة بخطوة.